كارثه وفضيحه مدويه بالزمالك والتفاصيل حصريه وبالاسماء. الكلام اللي هقوله من داخل مجلس اداره نادي الزمالك من مصدر موثوق منه. يعني انت يا عم حاتم ليك مصدر في الزمالك؟ اه والله العظيم ليا مصدر. تخيل يا صديقي، مجلس اداره الزمالك والجهاز الفني واللعيبه كانوا على يقين تام ان هم يخسروا ماتش القمه من الاهلي قبل 48 ساعه من موعد المباراه. كلام في الكوره وحلقه جديده، لايك وشير. اهلا بيكم. جون ادوارد كان عامل لائحه مكافآت للعيبه في الفريق الاول، واللائحه دي بتقول ان كل 3 ماتشات يكسبهم الزمالك يحصل كل لاعب على 200,000 جنيه. وقبل لقاء القمه ب 48 ساعه وبعد فوز الزمالك على بيراميدز، جون خلص الاوراق والشيكات عشان اللعيبه تاخد مكافئتهم حسب اللائحه. وبما ان احمد سليمان هو المسؤول عن ملف الكوره، كان لازم الاوراق والشيكات تتمضي من الكابتن احمد سليمان. وعشان جون ادوارد بتاع شغل ودغري، وحقق مع فريق الكوره اللي عجز فيه مجلس الاداره بالكامل، وتصدر مسابقه الدوري ووصل نهائي الكونفدراليه، عرى الناس حرفيا في مجلس اداره نادي الزمالك. وده اثار غضب احمد سليمان اللي هو مسؤول عن ملف الكوره. المهم جون بعت الاوراق والشيكات مع الاستاذ محمد متولي، بقول لك بالاسامي اهو، من الشؤون القانونيه للكابتن احمد سليمان عشان يمضي عليهم. فرفض الكابتن احمد سليمان وراح لجون ادوارد واتخانق معاه والاصوات عليت. وهنا بقى اتقال في الاعلام كان في خناقه في غرفه مجلس الاداره وفضوا المبنى الاجتماعي. لكن قالوا لكم اسماء؟ لا. قالوا لكم تفاصيل؟ لا. قالوا لكم عشان ايه؟ لا. انا بقول لحضرتك، طبعا الجهاز الفني واللعيبه جالهم احباط من مخالفه الوعود لما المكافاه بخ. وده كان قبل ساعات من لقاء القمه امام الاهلي. ومش عارف احمد سليمان قدر ازاي يعمل ده. ده انت تكسب الاهلي تتوج بالدوري وخلص الكلام. ملناش دعوه، ملناش دعوه. وعشان مصائب قوم عند قوم فوائده، انهارت عزيمه اللاعبين، تلاشت الدوافع، وكانت الهزيمه بالثلاثه. قلت لكم اللي حصل بالاسماء، وده مش هتسمعه من اي حد تاني. وبتحدى اتكلم في الكوره حاتم احمد. لايك وشير، استنوني هاجيلكم.